ديال البارح مرت في اجواء حقوقيه جد مهمه، على اعتبار انه تم حضور جميع الجهات، تم حضور جميع الجهات او المنظمات الحقوقيه، الجمعيات الحقوقيه والمنظمات النسائيه، ممثله في العديد من الفعاليات، اضافه الى تنسيقيه العمل النسائي او الى اتحاد العمل النسائي باكادير. هاد التنسيقيات اللي جاوا كاملين كان الهدف هو أن تعطى صبغة حقوقية كبيرة للموضوع، لأنه لا يتعلق فقط بالفتاتين، يتعلق بمثل خطير الحقوق والحريات الشخصية والحريات الفردية. كذلك تم حضور العديد من المحامون من مختلف الهيئات، محامون الذين كانوا حضروا فاق عددهم 100، والنيابات الحاضرة تقريبا وصلت إلى 1200 نيابة، أي أنه الجميع عدد كبير من المحامون وضعوا نيابتهم في الملف وصرحوا بمؤازرتهم، منتمون للعديد من هيئات المحامين بالمغرب. كذلك المحاكمة مرت في أجواء جد رائعة حقوقية، تم التنسيق بين جميع الزملاء، طبعا كنت مكلفا بالتنسيق. تناولنا الكلمة أولا، كما تناول الكلمة كذلك أو المرافعة الأستاذ الجامعي الأستاذ عبد اللطيف أعمو، الأستاذ نقيب عبد اللطيف أعمو، الأستاذ حجي من هيئة تطوان، والعديد من الأساتذة الآخرين. المرافعة بداية كانت الجلسة مكتظة بالحاضرين الذين حاولوا فهم أغوار، إضافة أن كان حضور وازن للإعلاميين والصحفيين، كان حضورا وازنا للإعلاميين والصحفيين بمختلف مناظرهم الإعلامية، قصد إيصال حقيقة الأمر والخبر من بكل وضوح إلى عموم المواطنين. كذلك بدأنا مرافعتنا في إطار بسط الدفوع الشكلية. الدفوع الشكلية التي تمثلت في مجموعة من الإخلالات المتمثلة في خرق قانون المسطرة الجنائية في فصوله الفصل 24 والفصل 66 والفصل 53 والفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية، خرق قرينة البراءة، خرق مبدأ التزام الصمت، الحق في تنصيب محامي ولو في إطار المساعدة القضائية. كما أن الخطير في الأمر أنه تم خرق إجراءات الحراسة النظرية وعدم احترام إشعار عائلة الموضوع محروس بهذا الإجراء. كذلك هذه الدفوع الشكلية التي تم بسطها، وقد التمسنا من المحكمة الحكم ببطلان المحضر الذي بني على إجراءات مسطرية غير صحيحة طبقا لمقتضيات المادة 751 و 289 من قانون المسطرة الجنائية. هذه المواد التي تجعل أن كل إجراء ومحضر لم ينجز على الطريقة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية يعتبر كأن لم ينجز، أي يعتبر باطلا. وبالتالي التمسنا من المحكمة الموقرة الحكم بسقوط المتابعة لأنها بنيت على باطل طبقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. رفع باقي الزملاء الأستاذ النقيب الجامعي والنقاب عبد اللطيف وهبي عبد اللطيف أعمو، عفوا الأستاذ عبد اللطيف النقيب عبد اللطيف أعمو، والعديد من الأساتذة الوازنين المنتمين لمجموعة من الهيئات المحامين، وكذلك الذين حضروا نيابة عن مجموعة من الهيئات الحقوقية. رافعوا كذلك أكدوا ملتمسنا أو الملتمس الرامي إلى بسط الإخلالات الشكلية والحكم ببطلان المسطرة المنجزة على ضوئها.